كتير فخمة، كعك بامتياز من شقفتها. شوفوا كيف عم بتبين عندي بهذا الشكل. كمان شوفوا مفرغة، كعك بسمسم. شوفوا لي قديش هيدا عن جد. شوفوا الجو رواق كتير، طقس حلو اليوم، خرج ظهرات يعني. بس اليوم انا اول شي بدي اعملكم كعك العيد. يا سلام، شوفوا ما احلاه السما. اليوم ما كنت مقرر انه اعمل وصفة كعك العيد، لانه قلنا خلص ما عادش محرزي يعني، قرب العيد. بس بما انه الطقس كتير حلو اليوم، هيك فقت منشط، وان شاء الله بيكون عندكم كمان الطقس حلو، وقلت بعمل لي وصفة كعك عيد. اشتغلت عليها لتطلع معكم تمام. يعني هيدي الوصفة رح تعملوها ان شاء الله وقتها قصير، بتحضروها بشكل بسرعة قبل العيد، وبتروحوا عند ضيوفكم، عند امهاتكم، على البيوت، عن اهلكم، بتقدموها هيك بصينية حلوة، بتوفروا بنفس الوقت. عن جد بتعملوا لقمة كتير طيبة. ويلا على المطبخ. كوبين وربع من طحين متعدد الاستعمالات. ربع كوب من السميد الناعم اللي هو طحين الفرخة، سميد ناعم جدا. ربع ملعقة شاي بيكنج باودر. رشة ملح صغيرة على الخفيف. ثلث كوب من السكر. اللي بده يحليها اكتر بزيد نص كوب، بس مش اكتر من هيك. دقة الكعك يا عزيزي. شو هي دقة الكعك؟ ينسون حب، فيكن ناعم، شوية مسكة، شوية قرفة ناعمة، رشة قرنفل على الخفيف، رشة هيل على الخفيف، وشوية محلى. بتخلطوهم مع بعض. اللي بده يضيفهم بضيفهم، بيطلعوا لهم تقريبا شي ملعقة شاي وشوي او نص ملعقة طعام كل الكمية. خليني افرجيكم كيف هن كتير بيعطوا نكهة للكعك. يعني نرجع نحرك هيدي المكونات كلها مع بعضها. كوب من الزبدة الحيوانية الدايبة. فيني استعمل سمن حيواني، بنقصهم ملعقة طعام فقط. اهم شي حيواني، ما حدا يقول لي نباتي ما بيمشي الحال. هلا اللي بدي بلش اعمله، بدي اخلط هاي المكونات كلها ببعضها. طبعا الزبدة دايبة بس سخنة شوي، مش مثل النار، سخنة. شوفوا العجينة كيف صارت عندي، كامشة على بعضها ولكن فيها فتة بسيطة، فيها فتة يعني بهذا الشكل. هلا بدي غطيها واتركها ترتاح بس لمدة ربع ساعة. ريحنا هيدي العجينة مثل ما حكينا ربع ساعة بحرارة الغرفة اكيد. هلا اللي بدي اعمله، بدي اضيف لها حليب سائل بحرارة الغرفة كامل الدسم، ربع كوب، ومي كمان بحرارة الغرفة ربع كوب. المي مشان ما استعمل كتير حليب بدي يضل فيها قرشة، المي بخلي فيها قرشة، عرفتوا كيف؟ مشان هي كعك منا معمول. هلا ما قلتوا لي مين جرب وصفة معمول العيد؟ يعطينا بالتعليقات. في وصفة معمول عيد نزلتها انا على هيدي القناة، وفي وصفة معمول بالطحين معمول شامي نزلتها على القناة الجديدة، رح تشوفوهن اسفل الفيديو على الرابط. وباخر هيدا الفيديو رح احط لكم كمان صورة بتضغطوا عليها بتروحوا على الوصفات. شيء كتير رائع. بنستمر بدعكة لتطلع عندي عجينة ضابة على بعضها وطرية ومتلاصقة شوي بهيدا الشكل. هالعجينة طبعا بدها تريح بالبراد. هلا اوكي، هنغطيها ونريحها. طيب العجينة سقعت عندي، يعني سقعت بشكل منيح وصارت تمام. بس بدي اشتغل فيها تكون باردة، اهم شي واستعين بالطحين. اوكي هلا بحط شوية طحين العجينة، نعملها هيك، ندعكها دعكة صغيرة بالطحين. اوكي ونبلش نفرد العجينة. فينا نستعمل قسم، والقسم الثاني بنرجع بنحطه بالبراد مثل ما بنعمل عادة. اوكي رح شيل قسم انا للبراد، وقسم اشتغل فيه مع شوية طحين. طيب هلا بدي اقطعهم قطع.
فيكن تكبروا وتصغروا حسب الرغبة. رشة طحين نعملها شوي هيك بإيدنا، نسحب فيها بتصير عندي مثل العصاية مثل ما عم تشوفوا. بنرجع بنطبقها هيك على بعضها من هيدي الميلة، فبتكون عندي الحبة جاهزة. بهذا الشكل. وهي الحبة العادية روعة. طحين شوي بإيدي هيك. طحين مهم مشان تنعم عندي من برا مثل ما عم بتشوفوا. بنسكرها بهيدا الشكل من هون، وهيدي صارت عندي جاهزة. بدي اياها بسمسم، شوية سمسم بلتها بهيدا الشكل، برجع بشيلها وتصير عندي جاهزة. مثل ما عم تشوفوا صار عندي جاهزين. شوفوا ما احلاهم. عملت شي بسمسم شي بلا سمسم. هلا فوتنا على فرن محمى مسبقا، درجة حرارته 180 سلسيوس بنص الفرن. بدهم شي 30 دقيقة 35 دقيقة، مع المراقبة بيكونوا عندي جاهزين. الكعكات، كعكات العيد صاروا عندي جاهزين. طبعا نحن عم نصور هلا ناطرنا لبعد الافطار لحتى ندوق ونفرجيكم هيدي الفتة الرائعة بكعك العيد. شي كتير رائع، شوفوهن عن قريب. شوفوا لي ما احلى هيدي حبة الكعك، عن جد كتير فخمة. كعك بامتياز من شقفتها. شوفوا كيف عم بتبين عندي بهذا الشكل. كمان شوفوا مفرغة كتير روعة. قوامها من الداخل كتير ممتاز ومنا قاسية ولكن بتفت. كعك بسمسم وبلا سمسم. عملوها بمقاديرها من اروع وصفات الكعك، واستعملوا الزبدة الحيوانية او السمنة الحيوانية مثل ما قلنا. قوام الكعك بامتياز مشاهدينا. في ناس بتعمل وصفات بتطلع هيك مثل الغريبة، لا، كعك لازم يكون بفت في شوية قساوة، ولكن بس مثل البسكوت هيك بعد اسمك شوي مع قرشة السميد، يعني طحين الفرخة الناعم ولا اروع. كل عيد فطر وانتم بألف خير ان شاء الله. الله يتقبل اعمالكم، واللي عنده سؤال هيك وامنية ان شاء الله الله بحقق له اياها. ما تنسوا تدعمونا بقناتنا الجديدة وتشوفوا وصفة المعمول بقناتنا الجديدة رح تظهر هلا عندكم على الشاشة، وايضا رح احط لكم رابط لها اسفل الفيديو. ما تنسوا وصفة المعمول كمان اللي عملناها قبل الكعك. والى اللقاء ان شاء الله. بنشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة.